بكم إلى مأساة إنسانية من داخل دمنهور شبرا تدمع العين وتنزف القلب. نتعرف على صاحبة الحالة الحاجة شادية، مربية وممرضة لأولادها وأحفادها. معاكم الحاجة شادية تحكي لكم ظروفها، وهي تعاني من كانسر وعندها أولادها عندهم إعاقة، وهي هتحكي لنا الحالة بالتفصيل. معاكم الحاجة شادية. ايوه السلام عليكم. انا واحده عندي سرطان ومعايا 3 عيال عاجزين، ما فيش حد بيساعدنا الا ربنا، وانا بنطلع نشجع عليهم وبناخد كيماوي وتعبان. عايزه منكم تعالجوا عيالي بس، وعايزه مساعده منكم بس، مش عايزه اي حاجه مانيش عايزه من حاجه، مش عايزه فلوس ولا عايزه حاجه، ساعدوني بس. عليا سنه ايجار والدنيا بايظه معايا، مفيش حد بيديني حاجه الا الزبائن وارض نصر. رجاله ارض نصر كلها بتساعدني، وانا مريضه عندي سرطان وبناخد كيماوي وتعبانه، ومعايا 3 عايزين، واحده معايا عيلين و2 جدعان، واحد 28 سنه وواحد 22 سنه، وانا مش لاقي حد يساعدني بصراحه، وانا بناخد كيماوي واتبهدلني، مفيش حد بيجديني قد واحد اسمه حسن ابو كبشه هو اللي مراعيني وبيدي عيالي ربنا يكبروا بعيال، وانا تعبان. طيب حضرتك ليكي يعني طلب معين؟ في حد من ولادك ممكن له علاج له يعني؟ احكي لنا. لا ما لهمش علاج، هم عايزين يسافروا مصر اي حته يتعالجوا، ما انا معيش نعالجهم. في جدع ممكن يجي منه عمل حلو عنده 22 سنه، ابراهيم ده. ايوه ابراهيم ده نفسه يتعالج ونفسه يمشي يبقى حلو. انا مش قادر نوديه لدكتور ولا قادر نعمل اي حاجه، معيش يا دوب اللي بنيجي جايبين بناكلهم، وعليا سنه ايجار، والراجل صاحب الشقه مبهدلنا وانا معيش حاجه. طيب حضرتك، طب وبنت حضرتك ظروفها؟ بنتي قاعده معايا، مش لاقيه سرير تنام عليه قدام قوت، والشقه زي ما انتم شايفين، ما عنديش اي حاجه خالص، يا دوب الناس بتديني ناكلهم وخلاص، وانا بناخد الكيماوي متبهدل احلى بدل. وبنتي معايا عيلين في المدارس، واحد في ثاني اعدادي وواحد في سنه 5. هم بيعانوا من مرض معين يعني؟ بيجي في سن معين المرض ده ولا 13 سنه ظهر عليهم المرض ده؟ حد شخص لك نوع المرض ايه؟ لا قالوا لي عندهم مش عارفه ايه كده، مانيش فاكره، الدكاتره كانوا قالوا لي عندهم ايه حاجه كده، بعد 13 سنه بتجي لهم الحاجه دي، لسانهم بيتقع ورجلهم بتوقف، ما بيقدروش يمشوا. ولادك كلهم كده؟ ايوه ولاد ال3 عيال اللي حلت من الدنيا كده، مفيش الا واحد سباك والله يسهل له، متجوز ده وفاتح بيته الله يسهل له، ده غلبان ما ناخدش منه حاجه. ربنا معاك ان شاء الله. ويعني وانا معيش حاجه، وفي بليه ده عنده 28 سنه عينه ورجله، ونفسي بس يعالجوا عماد ده، يمشوه عماد ده يجي منه امل وهيمشي ويبقى كويس، بس انا معيش نعالجه. اللي بيديني 100 جنيه 50 جنيه يا دوب بناكله بقى، معيش. واديكوا شايفين الشقه قدامكم، اهل الخير يقفوا معايا واللي ربنا مقدره على حاجه يعملها وخلاص، ويعالجوا عيالي ويساعدوني بس، يساعدوني في علاجي وفي مرضي وبس، مانيش عايزه حاجه من حد. نناشد كل أصحاب القلوب الرحيمة، كل اللي عنده استطاع يساعد مساعدة معنوية مادية، اللي في ايده يعمل أي حاجة. الحاجة شادية أي حد يقدر يساعد الحاجة شادية بأي حاجة. الوضع يعني حالة مأساة جدا، ظروفها صعبة جدا، ما فيش أي دخل، يعني البيت يعني مش عارفة أقول إيه، بس ربنا معاها طبعا. وأقول لكم يعني بنتها عندها 30 سنة، عندها 2 أولادها، يعني الحاجة شادية بتربي أولادها وممرضة ليهم وبتجري عليهم، وبتربي كمان أحفادها أولاد بنتها، وهي أساسا عندها كانسر. فاللي عنده مساعدة، اللي يساعد أي حد عنده استطاعة يساعد أي نوع مساعدة، هي ما عندهاش مشكلة، بس هي وعندها ابنها نفسها يتعالج، عندها أمل فيه إن هو يساعدها ويقف معاها في تربية ولاد أختها وأخواته، وربنا معاها. وإن شاء الله هنعرض التليفونات على الشاشة، اللي يحب يساعدها أو يتواصل معنا أو يتواصل مع البرنامج ويتواصل مع الحاجة شادية، فإحنا إن شاء الله نكون يعني وصلت خير وحمامة سلام بينكم وبينها إن شاء الله، وجزاكم الله عنها خيرا.